الفلاحي. اجتاحت موجة أجريحة أو تليجة المزروعات الفلاحية، موجة كانت لها انعكاساتها السلبية كذلك على الفلاحة المعيشية لصغار الفلاحين من حبوب وخضروات. هذه الخضرة دايرين هذا واحد المحل، وهاد الجريحة ما كتخليناش نخدموا فيها الصباح، كنوضوا كنبقاو نتسناو تتحيد الجريحة وعاد كنخدموا فيها. وهاد الجريحة راه الحمد لله كتجي وقتها وكتفوت ثاني وكتضر الخضرة لما عطيناها شويه الماء سخون كتأثر عليها. هاد الجريحة شوية جات هاد العام قاصحة شوية، وتنوضوا الصباح تنوضوا ما نصيبوش كيفاش غنخدموها، تا ديك ميقات 9 ولا 10 عاد تطير شوية، ولا ما غطيناش هاد الشيفرون تتأثر عليه ديك الجريحة. بغينا ربي يرحمنا ان شاء الله في هاد النص ديال الليالي باش ان شاء الله يتصاوب العام وتنشط الوقت. تربية الماشية بدورها لم تسلم من الانعكاسات السلبية لهذه الموجة بسبب تأثيرها على المزروعات العلفية التي يتم الاعتماد عليها في هذه الفترة من السنة. عندنا بهيمات ودايره لهم واحد شويه ديال الفصه هنا حدا الدار، وكنبغيو نحشوا لهم هاد الفصه، ومع الجريحه كتعكز الفصه ما كتوصلش دغيا. داك الشيء علاش كنشريو لهم دابا، كنشريو لهم العلف، كطلع المصاريف غاليه شويه وكطلع والثمن غالي والله يرحمنا. وفي ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية التي قد تعرقل انتظام المراحل الاعتيادية للموسم الفلاحي، يبقى أمل الفلاحين خصوصا الصغار منهم أمطار خير في الأيام القادمة لتجاوز هذه المحنة.